تخيل لو مصر اتدخلت عسكريا في غزة. قرار مش بسيط، ومش كل الناس مدركة هو ممكن يغير إيه في الشرق الأوسط كله. مصر بتمتلك واحدة من أقوى الجيوش في المنطقة، المركز 14 عالمياً حسب Global Firepower، بأكثر من 400 ألف جندي نشط و4500 دبابة و1100 طائرة حربية. لكن دخول غزة يعني دخول ميدان حرب حضارية مكتظ بالسكان معقد التضاريس. غزة واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، أكثر من 2.2 مليون نسمة في مساحة 365 كيلومتر مربع. أي تحرك مصري هيقلب موازين المنطقة. إسرائيل هتعتبره تهديد مباشر، واشنطن هتتدخل دبلوماسياً وربما اقتصادياً، ودول الخليج هتتفاوت ردود أفعالها من دعم ضمني لتخوف من التصعيد. مصر بتتلقى مساعدات عسكرية سنوية من أمريكا بتجاوز 1.3 مليار دولار. الاقتصاد المصري حالياً في أزمة. الدخول في حرب بيعني استنزاف مالي فوري، وممكن يؤدي إلى رد فعل داخلي صعب، خصوصاً مع ارتفاع الدين الخارجي لأكثر من 165 مليار دولار في 2024. من الناحية الإنسانية، تدخل مصر قد ينقذ آلاف الأرواح في غزة، لكن من الناحية السياسية والعسكرية القرار معقد وخطير. السؤال مش هل تقدر؟ السؤال هل التوقيت والنتائج تستحق المخاطرة؟ قول لنا رأيك بصراحة. هل يجب أن تتدخل مصر لحماية غزة؟ ولا الأفضل تبني حلول بديلة تحافظ على توازن القوى وتقلل الخسائر؟ اكتب تعليقك وشارك الفيديو لو شايف إنه يفتح نقاش مهم.